فعلا بيجيله دكتور الأوضة بتاعته بيعالج جرحه وبيديله حبوب مقوية تخليه في كامل قوته حتى هو في أشد التعب. وبيدخل جون للسرير وبيستعد للنوم، وبيستعد ماركوس هو كمان في اللحظة دي لقتله، وبيجهز سلاحه وبينشن عليه، لكنه بيشوف انعكاس شخص في الإزاز وهو داخل الأوضة علشان يقتله، وبيضرب رصاصة في المخدة جنب جون علشان ينبهه. وفعلا جون بيتحرك من مكانه بسرعة، وبتكون واحدة اسمها بيركنز بعتها فيجو علشان تقتله مقابل ال2 مليون دولار. وبيدور بينهم الأكشن فترة طويلة، وبيضربها جون علقة موت وبيجبرها تعترف على مكان فيجو، لكنها بتطلب منه عقد اتفاق إذا اعترفت على مكان فيجو يسيبها تعيش. وبيكون من قوانين الفندق إذا وقعت عقد اتفاق مع شخص اللي هو وعد بعدم القتل يبقى لازم تنفذ الاتفاق، وعشان كده مش بيقتلها جون رغم انها بتعترف على مكان فيجو، وبتقوله ان فيجو بيكون متواجد دايما في روسيا وتحديدا في كنيسة اسمها كانون، وان الكنيسة دي هي شكل مزيف بس مش اكتر، لكنها في الحقيقة بتكون قبو فيه كل فلوس ومدخرات فيجو. والتاني يوم بيوصل جون